السلام عليكم. اليوم جبت لكم بديل كريمة طبخ، مكونات متوفرة في كل بيت، نباتية وبدون دهون وسهلة التحضير. من نهار عرفت المكونات غير الصحية اللي في أغلبية ماركات الكريمة وأنا كنقلب على البديل، جربت به العديد من الوصفات والحمد لله كانت ناجحة. درت به الكيش ودرت به المعجنات بالصلصة البيضائية، خرجت صلصة شفافة شوية ولكن المذاق رائع جدا. غادي نحتاجو بطاطا متوفرة في كل منزل. الحجم ديالها او الوزن ديالها يكون تقريبا 200 غرام. غنقشروها وغنقطعوها ويستحسن تكون بطاطا غير صالحه للقلي، بغينا بطاطا اللي فيها نشا شويه كثيره. غنقطعوها مربعات صغيره وغنزيدو عليها نص سيترو ديما، بالضبط نص سيترو، وغادي نخليوها طيب حتى تولي بحال هذا الشكل، تكون معجنه طيبه مزيان. وغادي نطحنوها مزيان حتى نقصوا على سائل متجانس، ما فيش طروفه نهائيا. غتشوفوا ان القوام ديالها خفيف شويه ولكن غير كتبرد وكيتقى القوام ديالها. غنحطوها في قرعه ونخليوها حتى تبرد تماما، عاد نحطوها في الثلاجه ونحتفظوا بها مده 48 ساعه ونستعملوها في هذه المده هذه، ونقدروا نحضروا بها اي وصفه مالحه كتحتاج كريمه طبخ. صراحه مازال ما زعمت نجرب بها شي وصفه حلوه، ولكن الوصفات المالحين كلهم كتجي بهم رائعه، وفعلا ما كتجيش فيها البنه ديال البطاطا نهائيا. ما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا ديال غدا.